ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده بقى حبيت ارجع لكم كده بعد فتره كده. خدناها كده ريست، فحبيت ارجع لكم كده بفيديو يكون سهل وبسيط وان شاء الله يعجبكم. الفتره اللي فاتت طبعا كنا في امتحانات ومذاكره والجامعه وكده، فما كنتش بعرف ان انا اصور. فالنهارده رجعت لكم بفيديو كده بسيط ويكون حلو جدا. اول حاجه احنا كنا بالليل في اليوم ده وعايزين ناكل عشاء سهل وخفيف كده وبسيط، وكمان في نفس الوقت عايزين نحلي. يعني كان الجو حر وعايزين حاجة كده ترطب على القلب بعد بقى يوم طويل كده بقى من المذاكرة والدراسة والكلام ده كله. ملقتش في الفريزر غير ربع كيلو من اللحمة، فقلت هعمل منه احلى عشاء سهل وبسيط ودايما بنحب نشتريه كتير جدا من بره، وهو الحواوشي اللي بنحب نشتريه من المطاعم، ويكون كده ريحته وطعمه تحفة جدا جدا. فان شاء الله نعمله النهارده باسهل طريقة، وهقول لكم ازاي تعملوا من ربع كيلو. دي كمية حلوة تكفي بقى افراد كده حلو. وكمان هنعمل عشاء كده هيكون برضه سهل وخفيف، وكمان هنحلي بتحلية دلوقتي بسيطة بقى اول حاجه هنعملها وهنغير مع في بعض في الطعم الفيديو وهيكون ان حلو. احنا هنعمل عجينه بسيطه كده وسهله وسريعه للحواوشي. هنعملها ازاي؟ بمقادير بسيطه جدا وسهله. هنزل هنا بثلاث كوبايات من الدقيق. بسم الله. واحد، ادي كده واحد. هنبدا ناخد الدقيق. اتنين، تلاته. هنحتاج 4 كوبايات من الدقيق. هننزل كمان بمعلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الخميره وهنحتاج نص معلقه صغيره من الملح. وبعد كده نخلط كل المكونات الجافه دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلطت هنا الدقيق مع الخميره والسكر والملح كويس جدا مع بعض. بعد كده هنزل بمعلقتين من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بكوبايه من الميه الدافيه تدريجي لحد ما تكون لي عجينه متماسكه، وبعد كده نبدا نعجن فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نجمع في العجينه كده لحد ما الدقيق يكون لي عجينه تكون متماسكه. بعد ما العجينه اتجمعت وبقى شكلها منعكش بالشكل ده، هوقف بقى كده فيها وابدا اعجن العجينه دي كويس جدا لحد ما تكون لي عجينه تكون عجينه متماسكه وفي نفس الوقت طريه، عشان ناخد منها كده لقمه معايا تكون لقمه طريه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هنفضل بقى نعجن العجينه دي كويس جدا جدا مع بعض لحد ما تكون لي عجينه كده تحت ايديا تكون ناعمه وطريه وملمسها ناعم كده، عشان بتفرق جدا في ان العجينه معايا او اللقمه في الاخر تكون معايا طريه وتكون معايا حلوه. وبعد كده اتجمعت في بالشكل ده وملمسها بيكون طري وحلو جدا. في الاخر كده بغلفها بمعلقه من الزيت عشان ما تلزقش معايا، وبغطيها ببلاستيك وفوطه مطبخ نضيفه كده واسيبها في مكان دافي يخمر على ما نشوف هنعمل ايه مع بعض. وده كده بقى شكل العجينه، تكون كده طريه. بعد كده بقى هناخد البوله دي وهنركنها بقى في مكان دافي كده تخمر. وبعد كده هنجيب بقى الحشوه بتاعتنا. عندنا هنا شويه من الخضار، بصل وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل سبايسي، وغسلتهم كويس جدا مع بعض وبقوا معانا بالشكل ده. بعد كده هناخد البصل ده وابتدي اقطعه اربع كده، وهنزل بيه في الكبه او في المطحنه اي حاجه. المهم ان انا عايزه ابشر البصله ديت او افرمها الى حد ما ناعم شويه بالشكل ده. بعد كده بقى هفرم كمية البصل اللي معايا. فاحتجت كده حوالي بصلتين وسط، وعلى ربع كيلو من اللحمة، وحبتين من الفلفل وواحد من السبايسي وواحد احمر. وهبدأ بقى افرم الخضار ده كويس جدا لحد ما تقطع كده معايا مكعبات صغيرة او مفروم ناعم
بعد كده هنزل بقى بالبصل اللي احنا فرمناه، وبعد كده هكمل بقى كمية الخضار اللي معايا. هفرم الفلفل، ولو حابين تضيفوا فلفل سبايسي ماشي، فلو حابين تستغنوا عنه ماشي، على حسب اللي بتحبوه. وعندي برضو فلفل اخضر وفلفل احمر، هفرمهم برضو كويس جدا مع بعض بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان التتبيله ديت او الميكس الخضار الحلو ده مع كميه اللحمه والاضافات اللي احنا لسه هنضيفها مع بعض مديها طعم حلو جدا جدا للحمه، وكمان مديها كده لريحه الحواوشي والطعم، حاجه كده طعمها تحفه جدا. وكمان بنزود الكميه بحاجات بسيطه وكمان مغذيه وحلوه. بعد كده بعد ما فرمت الفلفل والبصل حطيتهم على بعض في بولة، وجبت ربع كوباية من البرغل الناعم. البرغل الناعم من الاضافات الحلوة جدا مع اللحمة، بحيث ان هو آه لانه بيساعد جدا لو في اي مية زيادة من اللحمة او من الخضار او من اي حاجة احنا ضايفينها بيمتصها. فاحنا بنجيب البرغل، بس اهم حاجة يكون ناعم. وبعد كده بغسله في مصفى كويس جدا، وبعد كده بسيبه يصفي المية تماما. وبعد كده بنزل على اللحمة بالبرغل. وبعد كده توابل الحواوشي ما هي الا ملح، فلفل اسود، رشة من السكر، 7 بهارات او بهارات اللحمة، ربع معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من الكاري، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. تمام. ولو في جوز الطيب هنبدأ ان احنا نبشر كده حوالي على طرف المعلقة كده ربع معلقة صغيرة. وبعد كده جبت كده قطعة من اللي هي، يا اما ان انا هقطعها او افرمها ناعم مع اللحمة، او ان انا هبشرها كده، بتدي طعم وريحة حلوة جدا جدا للحواوشي. فلو متوافر هنضيفها، ولو مش متوافر هنستغنى عنها. بعد كده بلف كل المكونات كده مع بعض كويس لحد ما تمتزج كده. وبعد كده بدخلها التلاجة بقى ترتاح كده وتشرب كله من بعضه، والبرغل كده يمتص اي مية زيادة من الخضار، فبيدينا طعم حلو جدا جدا. في الوقت ده على ما اللحمه تشرب والعجينه تخمر، كان عندي ربع كيلو من الكنافه في الفريزر، وهي مجمده كده خرجتها من الفريزر. وبعد كده هبدا افركها ناعم جدا وهي متلجه بالشكل ده. لما تكون الكنافه معايا مجمده في الفريزر، ما بتحتاجش وقت كتير ان هي تتفرم معايا كويس، او ممكن نفرمها في الكبه، فهي الكميه يعني مش مستاهل حاجه. فعلى ايدينا كده تلاقيها اتفركت معانا وبقت معانا ناعمه زي ما انتوا شايفينها كده. هنعمل بقى حاجه حلوه سهله وبسيطه وبعيدا بقى عن الحاجه التقليديه اللي احنا عارفينها. هنعمل ايه؟ جبت 3 كوبايات من اللبن، هنزل عليه بربع كوبايه من السكر البودر او سكر الشاي العادي، وهنزل عليه ب3 معالق كبار من الكاسترد البودر. طيب انا عايزه اعمل حاجه حلوه بس مفيش كاسترد، ممكن عادي نضيف معلقتين من النشا ومعلقه كبيره من الدقيق، وهنعمل مهلبيه عادي بس ولا اي حاجه خالص. بعد كده هدوب الخليط ده كله كويس جدا مع بعض، السكر مع الكاسترد واللبن على بارد، وبعد كده برفعه على نار تكون متوسطة، تقليب مستمر علشان ما يكتلش معايا ويديني كده قوام ناعم وكريمي، والقوام معايا يتقل في نفس الوقت ده. في نفس ذات الوقت عشان نكسب وقت كده برضو، جبت طاسة نزلت فيها بالكنافة اللي احنا فرمناها كويس جدا، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة كده من السكر البودر ومعلقتين من السمنة بالشكل ده كده. بعد كده في نفس الوقت كان الكاسترد على النار، هاخد بقى الكنافه وابتدي برضو على النار متوسطه كده اديلها تقليب مستمر لحد ما اللون الابيض بتاع الكنافه ده يديني لون ذهبي للكنافه وتتحمر معايا كويس جدا. وفي نفس الوقت برضو بدي تقليبه للكاسترد، ونخلي بالنا منه علشان ما يقاوم معايا ما يكتلش بالشكل ده كده. تقليب مستمر بقى لحد ما الكنافه معايا تاخد اللون الحلو ده. هنعمل بقى طبق حلو كده سهل وبسيط وطعمه حلو، وبيكون كده بيتاكل بارد كده، فبيكون طعمه حلو جدا جدا. بعد كده الكنافه بتاعتي احمرت وخدت اللون الحلو، وعندي هنا الكاسترد بقلبه كده كويس لحد ما يتقل معايا وياخد القوام الحلو ده، يدوب بقى يغلي كده ويعمل بابلز على الوش بالشكل ده. نطفي النار وكده القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. بعد كده جبت بقى كاسات او اطباق اي حاجه بقى عندنا، هنزل بقى ايه عندي بالكنافه الحلوه دي، هنزل في كل طبق من الاطباق دي بمعلقه كبيره من الكنافه. الكنافه احنا حطيناها شويه من السكر البودر، فكميه السكر بالنسبه للطبق مناسب جدا ومظبوط وطعمه حلو جدا جدا.
بعد كده الكاسترد وهو سخن كده هنزل عليه على الكنافة عشان يتوزع معايا، لكن لو سبته يبرد الكاسترد مش هيتوزع كويس، وكمان هيكون معايا صعب ان انا اعرف افرده على الكنافة. بنزل بقى بالكاسترد كده لحد بقى ما ننزل في كل الاطباق بتاعتنا. عملت كمية حلوة من 3 كوبايات بس من اللبن. عملنا طبق بقى سهل كده، وحاجة بقى ترطب على القلب وبيتاكل بارد كده، فبيكون حلو جدا جدا. بعد كده بحرك بس الطبق كده عشان الكاسترد يتوزع في كل الطبق، وفي الاخر كده على الكاسترد من فوق معلقة كبيرة من الكنافة. وبعد كده هضيف اي نوع مكسرات متوافر هنضيف، مش متوافر مش هنضيف. فكان عندنا هنا خارجين بقى طبعا من رمضان والعيد وكده، فعندنا بقى شوية من المكسرات كده، جوز الهند والزبيب والسوداني، فضفت كده ميكس من المكسرات الحلو ده. وبعد كده هناخد الطبق الحلو اللي احنا عملناه ده الكاسترد. غيرنا من فكرة الكاسترد العادي اللي احنا بنعمله دايما في الافراح في المناسبات، فلما يكون عايزين ناكل حاجة حلوة، وعملنا منه طبق حلو بالكنافة كده والمكسرات، فحلو جدا جدا. بعد كده بقى بيكون شكل الطبق كده. وبعد كده هندخل بقى الاطباق الحلوة دي التلاجة تبرد على ما نعمل الحواوشي، يكون برد معايا كده، ونحلي ونحدق في نفس الوقت بالشكل الحلو ده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو للفيديو. بعد كده في الوقت ده العجينه ما خدتش نص ساعه، طبعا الجو حر والعجينه بتاعتي خمرت. بعد كده جبت صاج ونزلت فيه كده بمعلقه كبيره من السمنه الحلوه، وبعد كده دهنت الصاج كويس بالسمنه عشان ياخد كده لون وطعم حلو للحواوشي معايا. بعد كده جبت كده ربع كوبايه من الزيت، وبعد كده بدهن ايديا بالزيت، واخد بقى العجينه دي انا ابتدي الاربع كوبايات من الدقيق عملوا معايا حوالي من 6 ل7 ارغفه، بيكون حجمه حلو جدا. وبعد كده باخد العجينه وافردها على الزيت، واخد على قد قطعه العجينه قطعه من اللحم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقفلها زي البقجة كده، واقفل العجينة الملمها حوالين بعضها كده واضغط عليها. وبعد كده بدهن برضو ايدي بالزيت، وابدأ ان انا افردها كده كويس عشان اللحمة تتوزع مع العجينة وتكون معايا حلو بالشكل ده. حاجة بقى سهلة وسريعة، وكمان من ربع كيلو لحمة مفرومة عملنا منها حاجة بقى سهلة للعشاء كده وتنفع للغدا، ففي نفس الوقت طعمه تحفة جدا، وحرفيا ريحته زي ما بنشتريه من بره. بعد كده بقى هنكمل بقى كل كمية العجين، ناخد كده قطعة وابتدي افتحها على ايديا كده، واخد عليها قطعة اللحمة، وبعد كده اقفل اللحمة مع العجينة كويس جدا جدا، ودهنة من الزيت، وابتدي اضغط عليها واوزعها وافردها، وما نفردهاش قوي علشان اللحمة ما تبدأش تخرج من العجينة بالشكل ده كده. وبعد كده بحطها في الصاج بالشكل ده كده. بعد كده بقى هكمل كل كمية العجين اللي معايا بنفس الطريقة، ما بتاخدش بقى اي وقت ولا اي حاجة خالص بالشكل ده كده. ناخد قطعة من اللحمة ونقفل عليه كويس، وبعد كده نضغط عليها كده عشان اللحمة تتوزع مع العجينة. وبكده بقى يكون عملنا احلى بقى سندوتش سهل وسريع وحلو جدا. ان شاء الله الفترة اللي جاية نعمل مع بعض اكلات كده تكون سهلة وسريعة وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة وتكون حلوة جدا. بعد كده بقى كملت كل ارغفة العيش اللي معايا او العجين، عمل معايا 5 ارغفة حلوين في الحجم ده، وكمان رغيف كمان بس عملته على البوتاجاز. وبعد كده في الوقت ده بكون مسخنه الفرن بتاعي درجه حراره متوسطه من فوق ومن تحت، يدوب يحمر بقلب عليه الجهه التانية بحيث ان هو يستوي من الجهه دي والجهه دي ويكون معايا حلو. انا بس هنا معليه النار بس كده علشان الفرن يسخن، وبعد كده ههدي النار، اسيبها النار متوسطه بحيث ان هو بدأ يتشمع معايا بالشكل ده. ابدأ بقى باي سباتيولا او اي حاجه ابتدي اقلبه على الجهه التانية علشان يستوي ويكون معايا طعمه حلو، وعايزه اقول لكم ريحته تحفه جدا جدا.
وبكده بقى يكون عملنا حواوشي سهل وسريع وطعمه تحفة. وفي الاخر كده بعد ما بيطلع من الفرن بحطه فوق بعضه بلاستيك كده او بكيس بلاستيك او اي حاجة، واغطيه بفوطة مطبخ كده عشان باقي السخونية بتاعته تبدأ تطرلي العيش بتاعي ويكون معايا حلو بالشكل الحلو ده كده. بعد كده بقى جبنا بقى بالليل شيبسي كده مع الحواوشي ومع مخلل وشوية زيتون، اي حاجة بقى متوافر في البيت، يعني مش شرط نشتري حاجة من بره. وعندنا هنا قطعت خيار كده ترانشات، وعندي هنا التحلية اللي احنا عملناها في 10 دقايق كده كنا حضرناها. وده كده بقى شكل الحواوشي، طعمه حلو وبكمية بسيطة و حاجة بقى سهلة وسريعة كده. فاتمنى ان انتوا تجربوه، هيعجبكم جدا جدا جدا. وده كده بقى شكل الحواوشي، قدموا بقى معاه صوص طحينة بيكون طعمه تحفة ومخلل، وكده مش محتاجين اي حاجة خالص بالشكل ده. بتكون بقى اللحمة مستوية، وكمان البرغل كده ماسك مع اللحمة. وكمان البرغل بيساعد جدا لو احنا عاملين كمية كبيرة من اللحمة ان هو ما يبدأش اللحمة تكش. يعني احنا لما بنجيب اللحمة ونضيفها في اي حاجة بتكش، فلما بضيف لها البرغل بيحافظ على قوام العجينة بتاعة الحواوشي او اللحمة عامة في اي حاجة، وبالتالي ما بيخليهاش تكش وبتبقى محتفظة بقوامها كده وتكون معايا حلو. وبكده بقى يكون خلصنا معاكم الفيديو النهارده، يا رب يكون سهل وبسيط ويعجبكم وتجربوه. عملنا الحلو وعملنا الحادق، عملنا بقى حضرنا كده العشاء سهل وسريع. وده كده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وكومنت للفيديو وشير وسبسكرايب لو اول مره بتشوفوني. كنت معاكم منار محمود، اشوفكم على خير، مع السلامه حبايبي.